يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم بفيديو جديد. الفيديو النهارده بقى ولا على طبخ ولا وصفه ولا الكلام ده خالص. النهارده بقى جاي لكم اميره، الصنايعيه اللي بتصلح الغسالات. الحمد لله انا فيا طبع كده، لما حاجه بتبوظ عندي في البيت فبحاول ان انا اصلحها. فالغسالة بقى دي بتاعت ماما، كان حصل فيها مشكلة كده وانا عندها. فبصراحة بقى قعدت ابحث كده وادور لغاية لما عرفت ايه اصلحها لها. وانا قلت برضو ايه اقولها لكم، يمكن حد يكون عنده نفس المشكلة اللي انا وقعنا فيها دي، فتاخدوا الفكرة وتصلحوها انتوا بنفسكم من غير بقى ما تجيبوا حد يصلحها لكم وتدفعوا الشيء الفلاني. هي الغسالة بقى المشكلة اللي فيها كانت ايه؟ كانت لما بنيجي نملاها، يعني بشغلها واملاها، كانت بصوا زي ما انتوا شايفين كده بتسرب الميه. اهو انا مخليه لكم الخرطوم على الارض عشان الميه اللي بتنزل منها ما كانتش بتتملي خالص، الغساله ما كانتش بتملى. فالموضوع ده بصراحه كان مضايقنا قوي. طب بقى نتصل بقى بالصيانه ولا نجيب حد يصلحها ولا نعمل ايه؟ فالحمد لله يعني انا اتصرفت والله العظيم. وهي دلوقتي بقى لها فتره اهي. الفيديو ده انا الفيديو ده مصوراه بقى له فتره، شغاله ما شاء الله زي الفل ولا فيها اي حاجه. فبصوا، فانا بقى ايه قلت اعمل ايه بقى؟ يعني انا الطريقه اللي انا بصراحه اكتشفتها عرفتها، يعني ان انا بجيب الخرطوم. الخرطوم بدل ما هو نازل في الارض كده، رفعته لفوق. يعني هاتي خرطوم الغساله، ارفعيه لفوق كده واربطيه باي حاجه، يعني هاتي اي رباط واربطيه في الغساله من فوق. اهو ربطته كويس قوي كده زي ما انتوا شايفين في الخرطوم، ومن الخرطوم في الغساله. بس طبعا ظبطيه كده كويس، وروحي ايه ربطه كده في الغساله من فوق. بس قرطي عليه كويس كده عشان ما يتفكش. بس واربطيه بقى كويس قوي كده اهو، وهوريك انا هعمل ايه بعد كده فيه في الاخر. حبيبي طب ما كده الخرطوم بقى قسر، يعني كده بقى ايه الخرطوم طبعا قسر قوي. هنزوده، ممكن بقى بحتة خرطوم تاني عندك، اي خرطوم. اهو بقى انا بوريكم، بص انا رفعته فوق ازاي كده. اهو بدل ما كان منازل في الارض، لا ارفعيه كده على فوق. بس وطبعا الخرطوم كده قسر، مش هينفع، مش هيوصل لمكان الصرف. رحت جايبه بقى ايه خرطوم كان عندي، اي خرطوم عندك كده، وروحي وصليهم ببعض. يعني حطي ده جوه ده كده، وروحي ايه ورحت ربطهم في بعض ايه الاتنين. اهو انا بوريكم ان انا ربطته ازاي، بالشكل ده كده. والخرطوم بقى التاني اروح موصلاه فيه. اهو جبت بقى خرطوم طويل، حسب بقى ايه يعني المكان اللي انت اللي هو فيه مكان الصرف عندك، يعني حسب طوله زودي بقى بخرطوم. والخرطوم بقى مش هسيبه كده، انا برضه هلف عليه حاجه كده عشان ما يتفكش من بعضه. اي سلكه عندك، انا جبت حته قماشه كده وربطتها قوي، المهم ان انا اربطهم في بعض عشان ما يتفكوش. لقيتيه مثلا هيخر، حطي مثلا اربطيه بسلك او بحاجه بلاستيك كويس، واربطيهم كده في بعض. بس الطريقه طبعا سهله جدا والله العظيم. والغساله ما شاء الله شغاله، ما حصلهاش اي حاجه من ساعتها. وفرنا حق الصنايعي. وانتي بقى يا ست كده ايه طبعا، ولا بقى تحتاجي تقولي تعالي لجوزك تعالى صلحها لي، ولا ابعت اجيب حد يعملها لي وانتي عارفه طبعا الصنايعيه بياخدوا قد كده دلوقتي. طب وليه ما احنا نعمل حاجتنا بايدينا؟ اهو شايفين انا قررت عليه كويس كده خلاص. وهشغل برضو الغساله قدامكم اوريكم ان هي ما بقتش تسرب ميه زي الاول. او حطيت في رجعتها بقى زي ما كانت. وشغلت بقى كمان دورة غسيل عشان اوريكم. اهي بصوا بقى، ملت الحمد لله. والخرطوم في الارض مفيش نقطة مية نزلت. اهو بصوا بوريكم الخرطوم اهي مفيش ولا نقطة مية بتنزل.
احنا برضو ستات شاطرة على فكرة، واي حاجة ممكن نصلحها بايدينا، صح ولا لأ؟ يلا بقى حطيلي اللايك الحلو الجميل. ويا رب الفيديو يكون استفدتوا منه. ولو اي حد عنده نفس المشكلة يعمل نفس الفكرة دي، بجد هتتصلح وهتبقى تمام وهتشتغل معاكي، ومش هتحتاجي لأي صنايعي يخش بيتك. حطيلي بقى اللايك. ولو اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة، فعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا ليكم، كانت معاكم أميرة، استنوني في فيديو جديد. باي باي.